طيب ناخد المستشار جلال ابراهيم. سياده المستشار ازي حضرتك؟ اهلا. اخبار حضرتك ايه؟ تمام الحمد لله. موضوع المساهمات والتبرعات مش ماشي بشكل كويس. كان معايا خبر من شويه ان لغايه دلوقتي في كل البنوك 100,000 جنيه بس اتلمت من خلال البنوك او الحسابات اللي في البنوك كلها. اما انا اقول لك حاجه، ده سببها ايه؟ سببها ان كان بنك واحد بس اللي شغال. بنك واحد، حساب واحد. البنوك الثانيه اللي هم الخمسه التانيين اللي خدنا موافقتهم كان متوقف على بعض الاجراءات الاداريه، كانت يعني بنتابع كل يوم ويجي يوم اجازه وتتاجل الى ان حصلنا على الموافقه اول امبارح. بس فاذا كان التاخير ده هو طبعا هو المتسبب طبعا في قصر يعني التقديم او التبرع. لكن الحمد لله بقت في روح كويسه. مثلا النهارده لقيت كابتن الجوهري جمع كابتن ابو رجيله، انا اسف كابتن ابو رجيله جمع المجموعه القديمه، كابتن حسن شحاته ومحمود سعد والمجموعه كلها اللي بكيلو، هم كلهم هيتبرعوا بمبالغ، وبس مش هيقدموها للبنك ولكن هيقدموها لفرق الناشئين لاصلاح الملاعب، لاصلاح غرف الملابس، للاجهزه الكهربائيه اللي عايزينها. كل الحاجات دي هيعملوها، ودي تعتبر برضه شعور طيب وانتماء لنادي الزمالك. وانا لهذا انا بقدر كابتن جوهري، كابتن ابو رجيله يعني هو ماسك انت في كابتن الجوهري. لقيت الاثنين اعزاء عليا والله. تمام. فان هو يقدر يجمع، انت عارف ابو رجيله ده انسان خدوم جدا وبيحب يجمع الاحبه، وفعلا تمكن ان هو يجمع كل هؤلاء. وكلمني كابتن محمود سعد ان هم هيقودوا المسيره ديت، ودي لما هيجمعوا مبلغ كبير واصلاح الملاعب بتاعه فرق الناشئين والحجرات والحاجات الصحيه والاجهزه الكهربائيه وكل حاجه دي، يعني هتبقى الفلوس دي موجهه لقطاع الناشئين. وسمعت كمان ان الكابتن حسام حسن اتفق مع الجهاز الفني وبعض اللاعبين في الفرقه ان هو برضه يبقى في مبلغ مالي، يعني برضه يبقى مساهمه منهم لنادي الزمالك. في يوم معين الفرقه بالاجهزه كلها هتروح تتبرع. كمان فريق كره اليد برضه كانت ليه البادره برضه ان هو برضه فكر في هذه فريق كره اليد ليه فلوس قد كده يا سياده المستشار في النادي ده. اللعيبه زعلانين ان هم ما خدوش مستحقاتهم. لا مفيش حد متاخر عندي ابدا. يعني لعيبه اليد دلوقتي واخدين فلوسهم؟ لا دلوقتي كل واحد واخد مستحقاته. يعني عندي شهر صائد بعد ما كان 3 اشهر. لا انا عندي شهر واحد بس اللي صائد. طيب عايز اخش معاك في موضوع عصام الحضري. نادي المريخ بعتوا حواله بنكيه النهارده ب $300,000 على البنك. زي ما هو قال لي، وجاي بكره الساعه 9:30 جايب معاه $200,000 نقدا. خلاص الموضوع خلص. عصام الحضري في المريخ السوداني مقابل $700,000 بالظبط كده. ده على سبيل الاعاره ولا بيع نهائي يا سياده المستشار؟ جاي بكره معاهم عشان يوقع. تمام. بيع نهائي ولا اعاره سنه؟ العقد ثلاثي يا كابتن كريم، مش بينه وبين المريخ بس. انا فاهم. وعصام الحضري هيوقع عشان لو في عليه مستحقات ومش عارف هو ايه الكلام ده. هو متنازل عن كل شيء، ودي ضمناها في العقد بكل الجوانب بتاعته يعني. تمام. ال $700,000 دول مقابل بيع عصام الحضري بشكل نهائي ولا اعاره؟ لا شكل نهائي. يعني خلاص عصام الحضري كده بال $700,000 دول هيبقى من حق نادي المريخ هو المتصرف فيه، نادي المريخ السوداني. ان شاء الله ان شاء الله. طيب رمزي صالح وقع موسمين ونصف يعني او سنتين ونصف؟ وقع على موسمين ونص. وقع خلاص. وتحددت كل المبالغ. هي المشكله بقى، انت عارف ان رمزي كان بيلعب في نادي المريخ. ايوه. عقده كان لغايه الموسم الجاي، لغايه اغسطس الجاي. تمام. فهو معاه ورق تساعده ان هو انسان حر فري، واخد بالك. لكن العمليه دي برضه لازم ممكن تاخد نوع من المشاكل القانونيه بينهم وبين بعض. فهو وقع العقد والعقد موجود معانا، بس انا ما رضيتش اوقعه، قلت له لغايه لما تجي لي البطاقه الدوليه. ايوه. ده عليه علشان يعني رمزي وقع مشاكل مع المريخ ولا مع اي حد تاني. تمام. رمزي صالح وقع العقد، لكن لسه حضرتك كرئيس لنادي الزمالك ما وقعتش العقد لغايه ما رمزي صالح يخلص مشاكله او مستحقاته. واحنا قلنا له عليها دي مع نادي المريخ السوداني. تمام. يعني احنا قلنا الخبر فعلا كده ان الموضوع خلاص رمزي 2.5 سنين، لكن لسه التوقيع النهائي ما تمش. متوقف على البطاقه الدوليه، لان البطاقه الدوليه عند نادي المريخ. مش عايز ادخل مشاكل في مع اي نادي تاني. تمام. طيب سياده المستشار برضه كان معايا خبر من شويه عن لجنه المئويه في نادي الزمالك اللي هم بنفسهم بداوا يفاوضوا الانديه الكبيره او يبعتوا لهم فاكسات او خطابات عشان يجوا يلعبوا نادي الزمالك بعيدا عن الوكاله اللي هترعى المئويه. والله بص، احنا برضه يعني هقول لك حاجه،
ما احنا برضه الامكانيات الماديه بتاعتنا مش هتساعد ان احنا نكون داعين مباشره للانديه الكبار. أيوة. احنا برضه ما زلنا بنبحث عن الراعي، وان شاء الله هيوفقوا، لان انا شفت فيه مجهود من يعني خلاص موضوع وكاله الاهرام مع الزمالك خلاص. مفيش مشاكل معاها، مفيش مشاكل. لا يعني حضرتك بتقول دلوقتي ببحث عن راعي. ايوه. يعني وكاله الاهرام خلاص الموضوع مش لا برضه موجوده، ما نهوش المعامله معاهم. ما نهوش هذه المعامله، لان احنا برضه محتاجين ان يكون في راعي، على اساس ان انت عارف الالتزامات الماليه الفرقه كبيره تيجي ده عايزه فلوس كتير. ايوه. فان شاء الله هيكون في راعي، واعتقد واتمنى ان يكون وكاله الاهرام هي اللي تقوم بهذه العمليه. تمام. بشكرك طبعا سياده المستشار جلال ابراهيم رئيس نادي الزمالك، ونتمنى لك التوفيق ان شاء الله في الفتره اللي جايه. شكرا.